اهلا بكم اعزائي المشاهدين، واخر دقائق المباراه ما بين بترو اتلتيكو والاهلي في بطوله البال 2023. وزي ما انتم شايفين النتيجه 88-86 لصالح الاهلي، ومتبقي دقيقتين من زمن المباراه. دفاع زون ديفنس من الاهلي، ولكن كارلوس مورايس بيحل الحوار بلاي اب رائع بيتعادل بيه لصالح بترو اتلتيكو. تنتقل الكوره لصالح الاهلي واموت يضيع الثلاثيه، وتترد الكوره لبترو. دياباتي بيضيع وايهاب امين بيتبلك، وهنا هتترد الكوره لبترو اللي بياخد فاول برميتين. ايه يا عمر مالك معترض على ايه؟ عشان شغل الاتوبيسات اللي ما بيتحسبش هنا في مصر؟ ده يا حبيبي فوق، هنا الفاول هيتحسب يا حبيبي. وايه النظره دي يا عم؟ ما تخوفناش منك يا عم. في ايه؟ بيجيب الاولى وبيضيع الثانيه، لكن بيلموا الريباوند وبتكمل الكوره، وبدرو بياخد فاول على حساب احمد اسماعيل. وهوبا بقى اوجوستا بيعترض، وايهاب امين بيستغرب ومتعجب. بس تعرفوا هو حقه والله. انتوا عارفين ليه؟ تعالوا اتفرجوا كده على الفاول ده. انتوا عارفين هم استغربوا ليه؟ لان التعدي على مساحه المهاجم في قاموس التحكيم الاهلاوي ما بيحسبش عليه. والله ما بيتحسب. بصوا هنا اللي بيعملوا ايوه اللي بيعملها ايهاب امين هنا دي. الحضن اللي في الهوا ده من الحكام بتطنشه للاهلي في بجاحه كبيره. نرجع للماتش. بيضيع الرميتين، بتترد للاهلي وستيب باك لامود بيجيب ميديم رائع ونقطتين للاهلي. الحلو نقول عليه حلو، وبتقدم للاهلي 90-89 مع تبقي 15 ثانيه. زون ديفنس من الاهلي ودفاع رائع بصراحه، وبتنتهي بثلاثيه ضائعه. لعندي هنا وستوب. ايه يا ترى اللي هيحصل؟ ثانيه واحده تفرقك عن الفوز خلاص. ولكن لاكيني بيلم الريباوند ولاي اب في الهوا وبيسجلها مع صفارة الحكم بازر بيتر وهو فاضل ثانية واحدة. ايه مش محسوبة؟ ايه الامل لسه متشعلع على رقبة الاي ار اس؟ ها وباسكت وباسكت وباسكت، وبتنتهي المباراة بفوز بترو اتلتيكو على الاهلي. وفي النهاية بحب اشكر ديشا الاهلاوي على تسجيل الفيديو ورفعه، وشكرا يا عم على اسمك اللي عمال يلف على الفيديو رايح جاي. شكرا يا ديشا.